والله كل يوم تحيا فيه، تستيقظ فيه من نومك، تفتح عينك فيه، تقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. والله هذا اليوم أعظم نعمة من الله تعالى عليك بعد نعمة الإسلام، أن الله تعالى أمد لك في عمرك، أعطاك حياة جديدة، يوما جديدا تعبد الله فيه، تتوب إلى الله تعالى فيه، تراجع فيه نفسك، تستعد فيه للقاء ربك. فكيف إذا عمرك سنوات وسنوات، أقام عليك حجته، ليس لك حجة أمام الله تعالى. كما جاء في الحديث: أعذر الله تعالى إلى امرئ بلغه إلى 60 سنة وأنت تعيش في الدنيا، ماذا فعلت؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر؟ يعني أولم نعمركم عمرا فيه فسحة للتذكر، ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير؟ ماذا بقي لك إذن؟ الله تعالى أعطاك عمرا طويلا، متعك في شبابك، أعطاك صحة وعافية، وبين لك طريق الخير من طريق الشر، ويسر لك عبادته جل وعلا. إذن ماذا تنتظر؟ لهذا ينبغي علينا أن نجاهد أنفسنا. هذا هو سر جعل هذا الحديث في باب المجاهدة، أن الإنسان إذا استشعر أن طول العمر بالنسبة له، بالنسبة للمؤمن، غنيمة عظيمة وفرصة جليلة، ويكون من أحسن الناس عند الله، يكون خير الناس عند الله من طال عمره وحسن عمله، فهذا يدعوه إلى مجاهدة نفسه، وأنه يقضي هذا العمر الطويل في جهاد النفس على طاعة الله تعالى. وإلا فالنفس تدعو الإنسان ولو طال عمره إلى الشهوات، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال قلب الكبير شابا في 2: حب الدنيا وطول الأمل. حتى قلب الكبير إذا غفل عن الله، إذا ما أقبل على ما ينفعه، ما أقبل على العبادة، فلا يزال في حب الدنيا وشهواتها والتمتع بها، ويؤمل الآمال البعيدة، وما بينه وبين الموت إلا يسير. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وهذا أشنع ما يكون. ترى الإنسان الكبير وكلامه عن الدنيا، همه في الدنيا، تجده وقد كبر في سنه وشاب رأسه، إذا به لا يطيق أن يجلس وحده، يريد دائما من يؤنسه، وإذا تأخر عنه